السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ماتش الأهلي والمصري، وانتهى الماتش بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكالعادة الأهلي في آخر فتراته بقى بيرفض هدية الزمالك علشان يوسع الفرق ل7 نقط ويسيب الفرق زي ما هو ل5 نقط. هنتكلم في شوية نقط كده ظهرت في الماتش ده، تابع معانا. أهم نقط ظهرت في ماتش النهارده إن كان في كمية ميس باص موجوده في ارض الملعب بشكل مبالغ فيه من كل اللعيبه، ومحدش يتكلم في ان الميس باص ده كان نتيجه ان الارض مرشوشه او ان الدنيا كانت بتمطر، لان انت هتروح تلعب بنفس السكواد ده او هتطعم بواحد او اتنين او تلاته، تروح تلعب في افريقيا وفي ادغال افريقيا، وممكن توصل بيك المرحله انك انت تروح تلعب في ارض لسه محروته في افريقيا. طبعا احنا شفنا الحاجات دي في افريقيا كتير، وهتشوف اكتر من ده كله في الفترات الجايه. فليه كميه الميس باص دي؟ ليه الاستعجال؟ هل دي ليها علاج في التمرين؟ هل دي ليها حل عند كولر؟ انا معرفش. تاني نقطة بقى ان النهاردة كان في مساحات بين الخطوط كانت عاملة مسافات كبيرة ومساحات كبيرة جدا شفناها. كان دغموم بتاع المصري يعني كان مستغل المساحات دي، وكان واخد خط الوسط ده بالاخص لوحده، وكان بيلعب الكرة لجريندو، وجريندو ارهق الاثنين مدافعين او الاثنين السرد باكات بتوع الاهلي. بمناسبة دغموم، هو دي الصفقات اللي ممكن تيجي تشيل فريق مش تشل الفريق. عندك برونو سافيو لحد دلوقتي ما عملش اللي مطلوب منه ان هو يعمله، ما قدمش اي حاجه. لعب اول 5 ماتشات لعبهم صنع العاب، دلوقتي بقى بيلعب جناح شمال، ما عملش حاجه لحد دلوقتي، ما قدمش حاجه. مش ان انت جبت جون في الزمالك والكلام من ده ولا اي حاجه خالص. مش عقليه الجمهور دي اللي هتتاكل بجون ولا اتنين ولا الكلام من ده. انت قدم المطلوب منك، ان شاء الله ما تجيبش جوان، قدم المطلوب منك بس مش اكتر من كده. دغموم ده كلنا شفناه النهارده مسيطر على خط الوسط، تعب كل الفريق، تعب الفريق كله، واخد الكوره برقص واحد برقص اتنين، التحامات مش عارف ايه. هي دي الصفقات الناجحه. مش ده يبقى مثلا واحد زي ده يبقى موجود في المصري واحنا عندنا برونو سافيو وميكي سوني. يعني شوف العين اللي بتدور عامله ازاي. واحد زي جريندو بص عامل ازاي، قوه بدنيه عامله ازاي، ودي بترجع للعين اللي بتدور كويس. تالت نقطة معانا النهاردة وهي الإصابات. خير إن شاء الله. الموضوع كده أفور أكتر من اللازم. يعني أنت بتتكلم مثلا كل الإصابات اللي بتحصل في الفترة الأخيرة دي، أنت عندك كريم فؤاد وأكرم توفيق الأول وبعدين كريم فؤاد، وعندك النهاردة ياسر، وكان في قبلهم تاو، وكان في قبلهم طاهر محمد طاهر، وكان في قبلهم أحمد عبد القادر ولسه راجع ومحمود متولي لسه راجع الماتش. يعني محمود متولي استلم من محمد عبد المنعم. الموضوع كده أفور. في إيه؟ في حاجة عضلية؟ ليه الإصابات دايما كلها عضلية؟ طب ليه؟ يعني ايه المشكله؟ في مشكله اكيد ولازم حد يوجد لها حل. الموضوع كده انت بتلعب ماتشين بتفقد 3 في كل ماتشين. طب ايه الحل؟ يعني ايه الموضوع؟ هل في اجهاد؟ هل في امال ايه القياسات البدنيه اللي مركبينها ومش قياسات بدنيه والكلام الهجس اللي احنا بنسمعه ده، واللعيبه مركباه في التيشيرت من ورا؟ طب ده بيعمل ايه لما هو كل لعيب بيتصاب كل ماتش او كل ماتشين في لعيب 2 لعيبه او 3 لعيبه بيتصابوا؟ امال ايه القياسات البدنيه؟ إيه الاستفاده من القياسات البدنيه؟ انا مش فاهم. لا، هل بقى كولر عنده حل للموضوع ده؟ هل يتابع الموضوع ده في التمرين؟ هل يتابع الموضوع ده بنفسه؟ هل يوجد حل للموضوع ده؟ هل نغير الدكتور؟ هل نغير ارضيه الملعب؟ طب في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه لازم تتصلح. في ايه النقطة اللي مش مظبوطة دي لازم تتصلح، لأن الموضوع كده أفور كتير جدا. أنت هتوصل بيك المرحلة إنك أنت مش هتلاقي حد تلعب بإيه. المشكلة الأبدية اللي موجودة في الأهلي بقالها 4 أو 5 سنين، وهي مشكلة إضاعة الفرص. في إيه بيحصل للمهاجم قدام الجون؟ أنا معرفش. أنا بستغرب جدا جدا للمهاجم اللي بيضيع فرص بالشكل اللي مش طبيعي ده. انت راجل معكش توفيق وجات لك الكرة قدام الجون، ليه لازم تتحنيك في الكوره وشمال ويمين وتحط؟ ما تحط يا عم الكوره على طول. انت راجل فاقد الثقه في نفسك. ليه رايح وجاي وعمال تتحنيك والكرة جات لك قدام الجون؟ ما تخلص الكرة على طول. واحد زي محمد شريف النهارده مبرشم في ارض الملعب، مش شايف الكوره، مش عارف يعمل ايه، مش عارف الكوره لما تجيله هو المفروض يعمل ايه. يعني هو المفروض ان في هجمه كانت مرتده على المصري وهو اتطرف، وكان 3 من الاهلي على 2 من المصري، وخد ومش عارف قفشه تقريبا طلع بالكوره من نص الملعب واداها لمحمد شريف على الجنب، ما عرفش يستلمها. انت فين المشكله؟ انت مشكلتك ولا جوه ال 18 ولا مشكلتك نفسيه ولا مشكلتك ايه؟ في مشكله وعايزه تتعالج بعيد عننا عشان احنا برضو بنتعالج. ونفس الكلام ده على شادي حسين.
شادي حسين اللي كان هداف الدوري او تاني هداف الدوري، انا مش متذكر بالظبط. طب ليه؟ طيب شادي حسين النهارده جات له كوره مصطفى سعد مسك الكعب فيها، الكوره ببطن رجلك وعلى طول في الجون. لا، ازاي اجيبها بمشط رجلي كده، اجيبها مشي رجلي عليه من فوق كده وبالشمال؟ يا عم ما تحط الكوره برجليك اليمين، يعني هو ايه الصعب في الكوره؟ يعني ليه بتعقدها على نفسك علشان ترجع تتخانق مع واحد زي محمد هاني لما عمل الاوفر غلط وسقط تحت العارضه فالجون مسكه، رايح تتخانق تشد مع محمد هاني؟ طب ما انت كانت كوره قدام الجون اسهل من دي. هو انت اصلا لو الاوفر جالك هتدخلها جون؟ يعني الاوفر لو جالك صح هتدخلها جون؟ مستحيل. انت ذات نفسك بتفقد نفسك الثقه، انت ذات نفسك بتفقد نفسك الثقه. انت الكوره جات لك على منطقتك قدام منطقه الجزاء بوش رجلك وشمعها. الموضوع غريب، الموضوع في حاجه نفسيه في اللعيبه دي مش مظبوطه. واحد زي شادي حسين ده بقاله 14 ماتش جايب جون. واحد زي شادي حسين ده بقاله 14 ماتش جايب جون، اول جون للاهلي في الدوري في الاسماعيلي. طب انت مستني ايه؟ جات لك فرصه مره واثنين وثلاثه، خلص. جات الفرصه اللي تجيلك خلص، هتديك ثقه وهتعرف تلعب انت مرتاح بعد كده. زي محمد شريف الموسم اللي كان واخد فيها هداف الدوري، كانت الكره اللي بتجيله بيحطها من غير اختراعات. نيجي بقى للاخ حسين بيه الشحات باشا. انا بستغرب واحد زي حسين الشحات ده، يعني هيبقى مثلا عامل زي باسم مرسي فيما بعد، وهتشوف الكلام ده بعينيك. حسين الشحات لما الفرصه بتجيله وما بيكونش بيلعب بيتمسك بيها وبيعمل اداء وبيعمل فرق. لما الفرصه بتبقى متاحه ليه ان هو زي النهارده والماتش اللي فات انه يبدا الماتش وبيلعب وينج يمين او بيلعب جناح يمين ومفيش غيره بره، لان هو مش هيعتمد على مصطفى سعد ميسي من اول الماتش لاخر الماتش. حسين اتقل، حسين خبره اكتر، حسين في الملعب احسن، الكلام من ده كله بيتعولق. حسين النهارده مصمم يلعب الفري ستايل اللي احمد عبد القادر نسيه، الحمد لله. برضه حسين الشحات لازم يتحنيك في الكوره، يرقص شمال ويرقص يمين ومش عارف، وعايز يعدي يشوط الكوره من قدام يعني يعدي الكوره من قدام المدافع ويلف يجيبها. يا عم انت بتعمل ايه؟ ما تخلص الكرة قدام الجون وخلصنا. ليه القرف اللي انت بتعمله ده؟ على فكرة استمر انت، بس كل المشكلة انك انت حسيت انك انت بدأت تبقى اساسي في الفريق، بس بمجرد ما هيكون في بديل ليك قوي زي ما محمد طاهر او بيرسي تاو، قسما بالله ما هتشمها غير في تغيير. الاهلي لعب ماتش معقول النهارده، مش هيرتقي اللي كويس ومش هيبقى وحش. الشوط الاول الاهلي ما جاش حرفيا، او ما عملش اي حاجه تستدعي ان هو يكون موجود. كان راكب الماتش كله المصري في الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي بدا يرجع بالتغييرات اللي عملها كولر، بس مشكلته الابديه وهي اضاعه الفرص. ومن هنا بقى لازم مهاجم فتاك يجي يخلص قدام الجون، وظيفته كلها ما يطلعش من ال6 ياردة او من ال18. الراجل اللي يجي ده يكون مهاجم جسمانه قوي عشان ياكل مع الرجاله اللي موجوده عندنا هنا في الدوري المصري والرجاله اللي بتلعب في افريقيا، وتبقى رجله حلوه على الجون. اكتر من كده مش عايزينه هيدرز، مش عايزينه بيجيب جون براسه، مش عايزين غير ان هو رجله تبقى حلوه على الجون ومن اول مره، مش لازم يعدل ويتني ويتفرد علشان يجيب الجون زي حسين الشحات. حسين النهارده استلم كوره نطقها مره في الثانيه في الثالثه وشمس الولا وعايز بوش رجله ويحطها فوق. انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تنجز يا عم، لما يكون ربنا مديك ما تتنكش قوي كده. فلازم الاهلي يدور على مهاجم يكون كويس جدا 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 عشان يترجم اللي بيحصل في ارض الملعب. ما هو كولر مش مسؤوليته ان هو يوصلك لحد الجون، كولر وظيفته المراكز تكون مظبوطه والخطه تكون مظبوطه. هو يعاب عليه النهارده المسافات اللي كانت بين الخطوط كانت عامله مساحات، لكن دي تتعالج. لكن هو مش وظيفته ان هو هيجي لك قدام الجون ويقول لك حط الكره ازاي. ما انت بتعمل ايه في التمرين؟ الميس باص هو برضو وظيفته ان هو يقول لك الميس باص علاجه ايه؟ ما اكيد الميس باص علاجه انك انت ما تعملش ميس باص. مش فاهم يعني، وانت في التمرين طول النهار بتعمل ايه غير انك انت بتعمل باص 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 في التمرين او في التقسيمه او في التقسيمه او اي حاجه تانية. هو برضو وظيفته ان هو هيجي يقول لك وانت بتلعب الكوره للجناح تديها له في رجليه كويس. طب ما انت دي وظيفتك اصلا وشغلتك اللي انت بتاكل منها عيش. فمن هنا لازم مهاجم يجي الاهلي يكون بيعرف يخلص الكوره كويس جدا جدا ويترجم الجمل اللي بتحصل. واحد زي معلول ولو بيرسي تاو موجود وطاهر او حسين الشحات، الوينجات لازم تترجمه، صانع الالعاب لازم يترجم له اللعب بتاعه، لان كده حرام. وزي ما قلنا ان المصري وحسام حسن عمل ماتش كويس. هو بيحب دايما يلعب قدام الاهلي وبيحب يلعب قدام الزمالك، بيحب
هو بيحب الراجل ان هو يظهر قدام الاهلي وقدام الزمالك، واداؤه بيبقى كويس لانه بيبقى متحمس اكتر من اي ماتش تاني، لان ده فريق جماهيري، والحته دي هي اللي بتعلم دايما مع الجمهور، وده شغله واكل عيشه. فالنهارده زي ما قلنا المصري عمل ماتش كويس جدا في الشوط الاول، وبدا في الشوط الثاني يقل الاداء بتاعه شويه بالتغييرات بتاعه الاهلي اللي عملها. واخر ربع ساعه انا من وجهه نظري ان المصري كان ممكن يطمع في الماتش، كان حقه المشروع ان هو يطمع في الماتش ويخلص الماتش. هي في كره جت في العارضه وكره الشناوي شالها، كان المفروض من حق المصري ان هو يطمع النهارده في الثلاثه بونت اكتر من الاهلي، لان الاهلي ما عندوش الامكانيه انه يخلص كره قدام الجون. لكن هو جه عند الدقيقه 75 وحسام حسن طبعا بالاوامر اللي اداها من على الدكه ان ارجع ونحافظ على الواحد بونت، وده ظهر كله قدامنا في اخر ربع ساعه في الشوط الثاني مع شويه تضييع وقت اللي هو الحاجات المقبوله اللي بتحصل في الدوري. وهنا بقى تصريحات كولر كانت بعد الماتش ايه، بيقول لك ما لعبناش في الشوط الاول كويس. طب احنا ذنبنا ايه؟ انت ما لعبتش كويس ليه؟ ما لعبتش كويس في الشوط الاول؟ ما حدش عارف. تاني حاجه بيقول لك مشكلتنا النهارده ان احنا ما عرفناش نخلص الكوره قدام الجون. طب ما دي اللي احنا بنتكلم فيها من 3 سنين، انت برضو لسه ما حلتهاش لحد دلوقتي. دي المشكله الابديه في الاهلي من 10 سنين من بعد عماد متعب، دي لحد دلوقتي ما توجدلهاش حل. تالت حاجه بقول لك كنا نستحق المكسب في الشوط الثاني، ما هي دي بناء على تضييع الفرص، ما انت لو كنت جبت فرصه من الفرص دي كنت كسبت. اخر حاجه بقى وهو اتكلم عنها بكل صراحه، وهي مشكله اضاعه الفرص، والجمله دي بيكررها في كل مؤتمر صحفي. طب بتعرف تعالجها؟ لا. طب هتعرف تعالجها؟ لا. طب علاجها ايه؟ البتر. يعني ايه البتر؟ يعني علاجها انك انت تشيل اللي بيضيع الفرص دي وتجيب حد تاني. انت بقى بتعمل ايه؟ بتشيل محمد شريف حط شادي حسين، تشيل شادي حسين حط محمد شريف. صادف ان في يوم واحد جاب جون في الشوط الثاني وخلص لك الماتش وكسبك الماتش، تبدا بيه الماتش الجاي. هو ده اللي موفق؟ ما وفقش، شيله الشوط الثاني حط الطرف الثاني. انت بتعمل كده بس. هو الاثنين مش موفقين، الاثنين عندهم مشكله في التركيز قدام الجون بس. تصريحات حسام حسن بقى النهارده بيقول لك احنا احتفظنا بالكوره قدام الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا. ماشي، ده حاجه عظيمه يعني. هو الراجل مبسوط ان هو عارف يحافظ على الكوره، او يعني في الشوط الاول بالاخص ان هو تقريبا كانت النسبه 60 ل 40 للمصري، قدر يحافظ على الكوره. وفعلا هو عنده ناس تقدر تحافظ على الكوره كويس جدا تحت رجليها. تاني حاجه معانا النهارده بيقول لك اشتغلنا في نص الملعب بشكل كويس. طبعا ده غموم، يعني لما تقرا التصريح ده اعرف ان اللي عامل التصريح ده او التصريح ده السبب الرئيسي فيه هو ده غموم لعيب. انا ما اعرفش ازاي ده متساب، ما اعرفش ازاي ده ما اتشافش في الاهلي والزمالك. حاجه غريبه جدا، لعيب ممتاز جدا 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 لابعد الحدود يعني. اخر حاجه معانا النهارده بقول لك قدرنا نوصل لجون الاهلي وشكلنا خطوره، ويعاب على حسام حسن انه ما طمعش في الماتش. في النهايه الاهلي فقد نقطتين وولع الدنيا تاني ورجع الدنيا تاني كما كانت، وادى فرصه للزمالك ان هو لو كسب الاهلي في الماتش اللي جاي اللي هو اللي هيبقى بعد ماتش بيراميدز بتاع الزمالك يوم 21، هترجع الدنيا ترجع لنقطتين تاني، ويرجع تاني ده يتكعبل وده يتكعبل، والاهلي هيقع والزمالك هيقع وده هيتكعبل وده هيتكعبل. وهي دي متعه الكوره. في النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.